هنعمل مع بعض اللحمة المشوية بطريقة جديدة، طريقة مختلفة تماما عن كل الطرق اللي جربتوها. شكلها يشهي جدا ويفتح النفس، وطعمها بجد خطير وفي منتهى الجمال. ما بتجيش مناسبة عليا غير وانا عاملاها 5-6 مرات وعاملة منها كميات. متأكدة ان انتوا هتعتمدوها في العزومات وهتعملوها كل يوم من جمالها. كل اللي طالباه منكم ان انتوا تركزوا معايا في الفيديو، هقول لكم شوية نصايح وبدايل وتريكات خطيرة جدا جدا. وكمان حط لايك للفيديو علشان يترفع وغيركم يستفاد من الوصفة الجميلة دي. وفي الفيديو هقول لكم طريقة لإعادة تدوير اللحمة المسلوقة اللي غالبا في العيد بيكون عندنا منها كتير. واول تركه ونصيحه عايزه اقول لكم عليها ان في الوصفه دي بالذات بتحتاج نوع قطعيه معين كده من اللحمه. في اخر الفيديو هقول لكم عليه عشان ما تتوهوش مني. عندي هنا بصلتين مقطعاهم 4/4، وتقدروا تزودوا البصل حسب رغبتكم. هبهر بملح وفلفل اسود بس. احتاج كمان 3 طماطميات وسط وهقطعهم 4/4 او طماطميتين حسب رغبتكم طبعا. هحتاج ورق لوري وحبهان وكيلو من اللحمه. عندي حله على نار عاليه فيها ميه بتغلي، هبتدي اسقط اللحمه بتاعتي. وطبعا اللحمه ما بتتغسلش، لكن لو حبيتي تغسليها ضروري فياريت تكون شطفه خفيفه. هنزل عليها بالخضار، البصل والطماطم. هزود الورق اللوري والحبهان والفلفل الاسود، والملح مش هينضاف غير بعد نص ساعه من التسويه. انا هنا مش عايزه اسوي اللحمه بالكامل، انا هسويها بنسبه 95%. ال5 الباقيين هنشويها فيهم. بعد نص ساعه نبتدي نضيف الملح زي ما اتفقنا ونسيبها تكمل تسويه لحد ما تستوي بنسبه 95%. ركزي معايا لاخر الفيديو، ضروري هقولك نصايح خطيره جدا. بعد ما استوت نشلتها في طبق بالشكل ده. عندي ورق لوري وكبابه صيني وليمون، عندي فلفل اسود وكمون وملح، معلقه واحده من الخل، 3 بصلات كبار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان فلفل اخضر حامي وبارد. هنجيب المبشره، وبالسلاح اللي انا بشاورلك عليه ده هتبداي تبشري البصل بتاعك. ولو ما عندكيش مبشره فابشري على ايديكي وخليه رقيق جدا كانه ورقه شفاف. بعد ما بشرت البصل هبتدي افككه من بعضه، وهنزل عليه بالبهارات، ملح وفلفل اسود وكمون وبهارات مشكله، وهعصر الليمونه وهنزل بالخل وادعك البصل بتاعي كويس جدا جدا. وده التركه اللي هتديكي لحمه مشويه بجد رهيبه. هنزل عليها بقى بالفلفل الاخضر الحامي والبارد والورق اللوري والكبابه الصيني واللحمه، وهقلب كله في بعضه. وهبتدي انزل بيه في الصينيه بتاعتي او في الطاجن، يعني اي حاجه متوفره عندك بقى، طاجن فخار، صواني الومنيوم زي كده، اي حاجه. ابداي انزلي كمان بربع كوبايه او نص كوبايه من الشوربه بتاعت اللحمه اللي احنا سلقناها عادي. بعد كده هاتي ورقه سلوفان او ورقه الومنيوم وابداي قفلي الصينيه دي كويس جدا جدا على قد ما تقدري. دخليها فرن مسخن مسبقا على الصاجه من تحت على درجه حراره 200. هتقعد معاكي حوالي تلت ساعه كده في الفرن. بعد تلت ساعه افتحي عليها، شوفي لو لقيتيها اتسبكت كده والبصله استوت مع اللحمه، خلاص شيلي ورقه الفويل وشغلي عليها الشوايه. هتاخد اللون الخطير اللي شايفاه ده، وهتطلع معاكي دايبه ذوبان، والريحه بقى مش قادره اقول. وعلشان تجننيهم اكتر واكتر بشطارتك وبالطريقه العبقريه دي، هاتي فحمايه ولعيها، حطيها في ورقه الومنيوم وحطيها في نص الصينيه. ولو في قطعه دهنه في الوصفه دي فخديها واعصريها بره وطلعي العصاره بتاعتها وانزلي بيها على الفحمايه. بجد هتديكي ريحه خطيره جدا. طب لو مفيش، انزلي بنقطه زيت وارجعي قفلي بورقه الالومنيوم كده وسيبيها 10 دقائق. لو الوصفه دي ما انطلبتش منك كل يوم. النصايح بقى اللي عايزه اقول لكم عليها والتريكات الخطيره جدا، ان قطعيه اللحمه دي من الريش بجد هتديكي نتيجه هايله. كمان عايزه اقول لك ان لو انت مش مستعجله على اللحمه، ابداي وطي النار عليها وهي بتتسلق في الشوربه، دي هتديكي نتيجه هايله برده. لو عندك لحمه مسلوقه ومستويه سوا كامل وعايزه تعيدي تدويرها، هاتي اللحمه دي، ابداي ابشري بصلتين وبهريهم بملح وفلفل اسود وبهارات مشكله، وابداي اسلقيهم على النار لحد لما يستوي سوا كامل. بعد كده مع طماطمايه واحده مقطعينها مكعبات صغيره، اضربي البصل بالطماطم دول في الكبه او في الخلاط. هاتي اللحمه بتاعتك رصيها في صينيه وابداي انزلي عليها بالخلطه دي، ولعي عليها الفرن من تحت شويه، هتقعد 10 دقايق كده تتشمع من تحت. بعد كده شغلي عليها الشوايه تاخد اللون الخطير، واعملي لها فحمايه. وبجد دي هتكون احلى طريقه لاعاده تدوير اللحمه. لو كملتوا معايا الفيديو لحد هنا فياريت تحطوا لايك للفيديو علشان يترفع وغيركم يستفاد من الوصفه الجميله دي. وياريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك في القناه، هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي نزلتها واللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، وما تنسوش تدعموني بكومنتاتكم الجميله لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.